هلو جايز، عاملين ايه؟ فيديو جديد. والنهارده يا جماعه فيديو كالعاده مختلف عن كل الفيديوهات، لاني هقول لكم تاخدوا سنتر ولا اونلاين بكل سهوله وبساطه. ويلا نبدا. عايزه اقول لكم يا جماعه هنبدا بالمميزات، بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك سبسكرايب، اكيد تفعلوا زر الجرس علشان انتم تكونوا اول ناس تشوفوا الفيديو. وكمان انكم آه الفيديوهات لو نزلت اي فيديو بعد كده انتم تسمعوا على طول اول ما ينزل الفيديو. ويلا نبدأ. عايزة اقول لكم احنا هنبدأ بسنتر كل مميزات وعيوب، وبعد كده هندخل على المنصات وكده. يلا بينا. عايزة اقول لكم يا جماعة هنبدأ بسنتر زي ما قلنا. بصوا، السنتر هو حلو لانكم مميزاته ان هو تسألوا المستر في نفس اللحظة، واللي هو بتتفاعلوا معاه والحاجات دي كلها. تمام. لكن بحس ان المشكلة اكتر من يعني المميزات، فاهميني؟ هو ما فيهاش مميزات كتير يعني، فاهمين؟ هو نفس ممكن الشرح مثلا لو مش فاهمين حتة معينة ممكن تقولوا له عايزين نفهم الحتة دي تاني، كده فاهميني؟ تمام. لكن العيوب هو انكم مثلا بتاخدوا وقت طويل انكم تروحوا، مدرسين مثلا، يعني اللي هو التشتت مثلا، حد بيحل قبل التاني. غير كده انه برضو يعني غير الحل ان الدوشة برضو بتخلي الواحد يتشتت اكتر. وكمان انه مثلا لو غيبتوا حصة ما ينفعش ترجعوها تاني، وممكن المواعيد ما تكونش مظبوطة معاكم. يعني شايفين كمية ال المشكلة اللي فيه؟ يعني شايفين ده كله، عارفين ده كله في السنتر. يعني العيوب اكتر من المميزات. تمام. وكمان عايزة اقول لكم يا جماعة تعالوا ندخل منصة. بصوا، المنصة حلوة جدا جدا. طبعا مميزاتها اكتر من عيوبها. طيب في ايه ترى؟ في ايه يا ترى؟ بصوا، هو المنصات يعني وكده هي حلوة في انكم مثلا ممكن ترجعوا الشرح. برضو ممكن عادي يعني تسألوا المستر على اي حاجة مش فاهمينها. طبعا طبعا في بيبقى كده في المساعدين يعني وكده. تمام. وبرضو يعني غير ده ان المنصة انكم ممكن اللي هو وانتم قاعدين في البيت كده بتسمعوا وتحلوا والحاجات دي كلها، مفيش اي تشتت من اي طالب. بتحلوا مع نفسكم بتركيز كامل الحاجات دي كلها. فبصراحة بحس ان المنصة افضل. لكن عيوبها انه في ناس ما بتعرفش تنتظم. اهم حاجة الانتظام يا جماعة، من اهم حاجة واهم حاجة هي الانتظام في انكم تسمعوا الدروس يعني وكده. اصل انتم يعني لو انتم بتقعدوا في البيت فاللي هو ايه، مش هتنتظموا او كده. لا، فانتم لو مش هتنتظموا خلاص روحوا السنتر. لكن لو هتنتظموا عارفين نفسكم وتنتظموا وكده وتاخدوها جد وكده فخلاص كملوا منصة وكده. وبس كده. ده كان فيديو النهاردة. وطبعا يعني اهم حاجة هو انكم تشوفوا ان مثلا المدرس اللي بتروح عنده بتفهموا منه وبتتفاعلوا معاه والحاجات دي كلها، اللي هو بتحلوا معاه ومثلا مفيش اي تشتت وكده، وتنظيم الوقت معاكم كويس جدا. فانتم خلاص مش محتاجين منصة. لكن لو انتم بتاخدوا مثلا مع حد مثلا سواء منصة او مدرس والناس كلها بتروح عنده وانتم ما بتفهموش منه، فلا دي غلطة كبيرة. فانت ما بتعملش حاجة كده. روح عند حد حتى لو عنده شخص واحد بس بتفهموا منه، خلاص روح عنده. لكن لو ما بتفهموش منه وعنده ناس كتير علشان الناس كلها بتروح عنده وانتم اللي هو مش مهم انكم تفهموا، المهم ان انتم بتروحوا كده، فلا انصحكم انكم تاخدوا كده منصة افضل يعني. اهم حاجة تكونوا بتفهموا مع المدرس والحاجات دي كلها. وبس كده. ما تنسوش تعملوا لايك واكيد السبسكرايب وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. بحبكم قوي و thank you for watching the video. I love you so much. باي باي. طبعا
اي سؤال محتاجين تسألوا فيه، اسألوني في الكومنت. وغير الأسئلة يعني في مفاجأة في تحت هنا وفي الوصف. وإن شاء الله يا جماعة بجد هتبقى حلوة جدا. وما تنسوش تدخلوا على قناتي واتساب في أول تعليق مثبت. وبس كده عايز تتعلم تصميم ومونتاج وكتابة سكريبت، كل ده هتتعلمه خطوة بخطوة في أكاديمية جانا. مش محتاج تكون محترف، احنا هنبدأ من الصفر. للاشتراك والاستفسار رقم الواتساب